جروس مدرب الزمالك الجديد القديم. على فكرة جروس أنا شايف إن هو كان الفترة بتاعته كان عنده قدرة رهيبة على تطوير اللاعبين. الناس لو تفتكر أكتر مدرب طور أداء يوسف أوباما وكهربا كان جروس. مشكلة جروس بس إن هو بيحب دايما اللعيبة القوية بدنيا، عشان كده الناس لو تفتكر ما كانش بيعتمد كتير على أيمن حفني. جروس من المدربين الأقوياء جدا دفاعيا، وبيهتموا جدا بترابط الخطوط، وان هو بيقلل المسافات ما بين الخطوط، بيقلل المسافه ما بين خط الدفاع وخط النص. دي اكتر مسافه كان بيلعب بيها. كان دايما بيخلي طارق حامد دايما ساقط ما بين قريب جدا من المدافعين. اعتقد ان جروس في الفتره اللي جايه هيبقى ليه ادوار كويسه قوي مع الزمالك، لكن اللي هيكون عبء عليه اللعيبه الكتير اللي بيلعبوا في مركز صناعه اللعب، عبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي. اعتقد انه ممكن يبقى في تضحيه بواحد منهم ان هو يعني يتركن فتره.